بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. نحب نرحب برشا برشا بالمشتركين اللي دخلوا جدد بالقناة، ونرحب زادا بالمشتركين القدم. مرحبا بكم الناس الكل. نبدأ على بركة الله في فيديو اليوم. كما شفتوا كدوسة بش هذاك اللي يستنى فيها حصيروا عندي برشا. ما غسلتش لا لي شيء على خاطر ما عنديش صابون والكل. كيف جاب لي رجلي صابون قلت خليني نغسل الدبش خاطر بالرسمي ما عادش عندي ما نلبس وزيد لبسة راجلي يخدم والكل. لازم ديما هكا تكون نظيفة وكل. وزيد البنات نحيت مرة الأخرى الملاحف والمخادد والريدو متاع بيت النوم وتوا ولا غسلته قلت سيي زدني نكورج هكا عليه ونغسله ما بقاش ما قعدش وقت فهمتوا. كهو حصير البنات راهو والله العظيم البنات الحاجة الوحيدة تخليني هكا نبخل على الصابون وكل هو مرات ما عنديش صابون مرة فهمتوا كيفاش. مش معناها يعني خاطر ماشين هي اللي تغسل جيست نحط الدبش ونصب الماء كهو. مي بالحق مرات هكا تواتي ظروف والا مثال يجي طقس معجعج ولا حاجة هذه معناها الأسباب اللي تخليني معناها ما نغسلش والكل. الحصيل والبنات كيما تعرفوا الغسالة دخلتها راني للكوجينة حصير والله نعمة البنات ورحمة كبيرة اني دخلتها للكوجينة. العادة نغسل في المنشر تبدا الشمس وكله بصراحة يعني. المنشر معناها متاع شتاء مش متاع هكا دنيا سخونة وكل خاطر ديريكت معناها الصباح كامل تبدا الشمس حتىش للعشية تبدا ضربة في المنشر والكل فيعني يا حبذا انه نغسل هكا الداخل وكهو والا قبل المثال عملون ما دخلتش الماشين في الكوجينة. اما في الصباحات بكري على الاخر مازالت معناها الشمس ما طلعتش نغسل والكل. الحصيل والبنات قلت خليني هكا نغسل الدبيشات ديجا الدويرة نظيفة كل شيء مريقل. عندي كان شكل البلاكار العداية من غادي عداية حصيل البحذية من غادي هذاك ما داخل بعضه كما تشوفوا معناها بالحق هذاك يلزمني نهار هكا نفضيله هكا روحي معناها من فوق حتى الجر الوطني الكل لازم ننظفه بالباه خاطر بالرسمي نغسل معون شيء معناها نسقطره ونخليه هكا برا احط في البلاكار المهم يبدا الرخامه فارغه وكل. ويلزم كل مره على الاقل في الجمعه مره معناها مره في الجمعه معناها نركحوا والكل فهمتوا. سينو تدخل الدنيا بعضها وتخرج على السيطرة. سامحوني البنات قص عليا التسجيل والبنات باش نحل هكا قوس وما عادش باش تلقوني نحكي في حتى موضوع وحتى حكايات بقدرة ربي باش نعود نخدم على روحي نتولها في الشان متاعي في قناتي وأكهو. بالرسمي البنات نعتذر ونقدم اعتذار الروحي على خاطر مرات نهبط النيفو ونطيح قدري في حاجات أنا على غنى عنها. الله غالب تربيت والكل إني كنت نشوف حاجة غلطة نتكلم كنت نشوف حاجة ما نسكتش ونقول كلمتي والكل. ما يفهم عباد البنات خسارة فيها نصيحة كيف تنصح واحدة وإلا حاجة تولي هي حرة وتولي انتي غالطة والكل. شوفوا البنات راهو تعلمت بالحق تعلمت درس في اليوتيوب إنه ما عادش يهمني في حتى واحدة اللي تهبط هي عندها حريتها وهي حرة وهي تعمل اللي تحب عليه. حاجة واحدة حاجة ما عجبتنيش ديزاكتيفي معناها معناها نخرج من الشان هذيك ما عادش نتبعها وكهو من غير ما نقلق روحي من غير لا نعمل تعليق من غير ما نشوف حاجات عوجة وحاجات مش معقولة وحاجات تهين المرأة بحد ذاتها نخرج اش دخلني بالحق اش دخلني. كان جت طفلة صغيرة وكلها وينو اما تبدا واحدة اكبر مني في السن وتبدا قد امي والكل ونبدا انا ننصح فيها فيعني زايدة الحكاية. بالحق ما عادش ندخل في حتى واحدة. شوفوا البنات انا راني نغزر لطبيعتي نغزر لتربيتي واخلاقي والكل معناها عشت في محيط واللي معناها بالحق كل حاجة في بلاصتها وكل حاجة بقدرها وكل حاجة محترمة والكل. فهمتوا البنات ما الله غالب معناها فما مش الناس كل تربت عند نفس العائلة مش الناس كل تربت بنفس الأخلاق والتربية والمبادئ والحاجات هذوك كلها مانيش كلها كيف كيف. أنا في بالي كيف ننصح واحدة وكل في بالي تسمع الكلام وكل أما كلامك يا هذا في النافخات زمرا الله غالب. كل واحدة حرة في حياتها شنو تهبط شنو الصور اللي تعطيها. أنا بالحق البنات نغزر الروحي إنه كي نهبط فيديو نفكر في راجلي خاطرني بالحق مرت راجل واخويا رجال وبابا الله يرحمه راجل. نحب ديما التصوير السمحة نحب ديما بالحق من ريتو الفيديو يتمنتج اكثر من مرة البنات صدقوني البنات فما مرات السيكونسات نحاها
معناها بالرسمي فما مرات ما نهبطش فيديو اصلا، نجي نشوف نلقى مثال نصور نحط كاميرا تصور، نجي نشوف معناها نحي برشا حاجات معناها في المونتاج والكل، يقعد لي الفيديو معناها دقيقتين هكاك، مرات نفسخ اصلا السيكونسات وفك عليا نقول ما نهبطش، فهمتوا؟ لا لي شيء على خاطر فولارتي معناها راسي شعري تبان شوي ولا حاجات. بالحق البنات راهي المونتاج رحمة كبيرة، اللي تحب تظهر اللي ما تحبش تظهر، كل وحدة وشنية الصورة اللي تعطيها، كل وحدة وشنية همتها شنو تقدم لها، ما عادش نتدخل في حتى إنسانة بالرسمي، بالحق ما عادش نتدخل في حتى شخص في اليوتيوب. بالنسبة لي أنا بالحق في الأيامات هذوما علاش؟ على خاطر ريتو البنات كيف تنصح واحدة ولا حاجة تولي انتي غيرة من النجاحات متاعها، فهمتوا؟ تولي هي ناجحة على الاخر وانتي غيرة منها، وهي حرة وهي جبل ما يهزها ريح، وانتي هي تدخل في روحك في حكايات فارغة، فهمتوا؟ فيعني هذا كله انا على غنى عنه، مش الناس كل تربت تربيتي، مش الناس كل واحد همته شنو تعطيه بربي. هي شكون قال معناها بالحق راهو البنات مش كيما انا مثال نقدر ونشوف بالحق ديما حتى الفيديو نتفرج عليه مرتين ثلاثة ونشوفه قبل ما نهبطوا، الخاطر بالرسمي فما وراي عباد ونقدر ونحكر والكل. فما عباد لا بالك هي مسكينة راجلها ما يعرفش اصلا اش معناها يوتيوب، بالك راجلها مش يشاهد فيها مش يتفرج عليها، بالك ما بالحق اكيد راهي فما حاجات، فهمتوا؟ كل وحدة وشنية اللي تعطيها همتها تعملها. بالنسبة لي انا ما عادش نتدخل في حتى وحدة، بالنسبة روحي نمثل كان روحي اكا هو، ما نمثل حتى وحدة وما يهمني في حتى وحدة اللي بالحق اللي عطتها همتها باش تهبط ولا باش تعمل حاجات وإيحاءات خايبة وتطلع وتهبط فوق بنك، معناها فيديو كامل تطلع وتهبط فوق بنك كهو وتسوي في مخدة وتركح في روحها قدام الكاميرا. هذاك الله غالب، هذاك روتين هاك فاش يكون في الدار. شنو باش نعمل نحن؟ باش نفرض عليها حاجة باش نفرض عليها حاجة ولا نفرض عليها الحجاب الشرعي؟ مش معقول، حرام علينا نظلموا في المرأة واحنا بالحق هذاك روتينها كيفاش وهكاك كيفاش تكون، فهمتوا؟ هلا غالب شنو باش نعملوا نحن الغالطين في الحكاية، وانا بيرسونيلمون انا الغالطة ما عادش ندخل في حتى وحدة. يا اختي اطلع واهبط فوق البنك كيما تحبوا، حك الحيط كيما تحبوا، فيديو كامل اسوي كلم خده فوق البنك ما تعمل حتى شيء. وبالنسبة للقنوات اللي يشجعوا فيها بالحق، بالنسبة للقنوات اللي يشجعوا فيها راكم تهزوا فيها للهاوية، كان طامعين في شوية مشاهدات من عندها راهو مش باش تجيب لكم حتى مشاهدات بالرسمي. هذه كلمة ونصيحة ليكم بالطبيعة، على خاطر كي تقولها تقول والله روتين محلاه ويهبل، وين نشوفوا فيه يهبل الروتين؟ المرأة مسكينة مركحة سيبور وراها وتطلع وتهبط تسوي فيلم خدة مسكينة عليك البنك الأصفر المحنون هكا هو شنو تعمل فيه؟ يعني بالحق تحك في الجافيل وطالية ورغوة مانيش نشوفوا في حتى شيء، لا وصفات لا حتى شيء، حتى كيف تدخل الكوجينة تحط السيبور وراها وتدخل مسكينة للكوجينة. انا الغالطة بالحق، ومسكين البنك الاصفر والله غيظني في الحكاية، كل بنك الاصفر مسكين كل فيديو هو طالع هو والجبة الروز بالطبيعة مساكين بالحق عاملين مجهود اكثر من مولات القناة. الحصيل البنات هذا قوس باش نسكروا، ما عادش باش نتدخل في حتى وحدة، اللي تعطيها همتها انها تهبط يعطيها الصحة ومبروك عليها ان شاء الله حتى ل100,000 مشترك ان شاء الله يا رب نشوفهم كلها هكا في العلالي. وهذا كان فيديونا لليوم بالبنات، واخر مرة نتدخل في قنوات والا ننصح وحدة تبارك الله كلهم اكبر مني ويعرفوا ما يصلح بيه.